ما تفتكرش ان هو بس بلاتفورم جوه بتخشوا تلاقوا كلام انجلش مجعلص قد كده شويه. لا هو هلو يا جماعه، عاملين ايه؟ ويلكم باك تو ماي channel. انا اسمي ملكه كريم، ولو اول مره تشوفوا lovely look at channel سبسكرايب و make sure to like this video، وان شاء الله تتفرجوا وتستمتعوا، وربنا يستر على الفيديو ده عشان انا بصور بره وما شاء الله الاضاءه جميله 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 يعني، والاصوات جميله، بس ان شاء الله كله يظبط في الايديت وما تسمعوش حاجه والدنيا تبقى فل. المهم let's begin this video. لينكد ان. انت شخص لسه جديد في الحياه وما تعرفش اي حاجه عن لينكد ان، يعني لسه انسان بدائي، ما تعرفش ان في بلاتفورم كامله لسوق العمل وللكارير بس، يبقى الفيديو ده ليك بالظبط. وبجد يا جماعة، أنا بالنسبة لي أنت هتبقى بني آدم لما تخش لينكد إن، ولما يبقى عندك بروفايل على لينكد إن، لأن فعلا أنت في سوق العمل أنت مين لو أنت ما عندكش بروفايل ومستندات تثبت إنك بني آدم عندك كارير وعملت حاجات في حياتك. هو لينكد إن بالظبط حرفيا بحس إن هو بس يعني زي البطاقة، زي البطاقة. أنت لو البطاقة معاك، بطاقتك معاك، أنت إنسان مصري وطني عايش في مصر، يعني حي يرزق. لكن طول ما انت مش معاك بطاقة خلاص انت مين؟ فانا بحس ان لينكد ان البطاقة بس بتاعت الكارير، بتاعت سوق العمل. ف enough about the beginnings. انا عايزة في الفيديو ده تطلعوا يمكن شوية tips and tricks كده تظبطوا بيها لينكد ان بتاعكم. انا لينكد ان بتاعي مش اللي هو واو، بس انا ساعدت صحابي كتير منهم ان هم يبداوا على لينكد ان، بالذات ان احنا خلاص اغلبنا بدأ يدخل الجامعة وكده، وغالبا في الوقت ده هو اللي بنبدأ نعمل فيه لينكد ان. بس انا بصراحة بشوف من وجهة نظري ان احنا نبدأ نعمل لينكد ان من واحنا من واحنا في اللفة، والله بجد. لا بس بجد ممكن من اعدادي، فعلا من اعدادي نبدأ نعمل لينكد ان. هتقولي لي ليه من اعدادي؟ يعني اقول لكم هو كده، انت كل ما تبدا بدري كل ما تبقى احسن، كل ما الموضوع يبقى احسن. لكن هتقول بقى لا لسه بدري ومش عارفه ايه، مش تبداوا. ولينكد ان يا جماعه مش ممل، ماشي؟ عشان ما تفتكرش ان هو بس بلاتفورم جوه بتخشوا تلاقوا كلام انجلش مجعلص قد كده شويه. لا هو بجد بلاتفورم هتفيدك بشكل ما او باخر. انا هبدا اول حاجه، انا مش محضره الفيديو ده اللي هو مثلا هقول بين بوينتس وابقى مقسماه وسكريبت وكده. انا هتكلم زي ما كاني فاتحه فيديو كول مع ناس صحابي، بقول لهم ازاي تظبطوا لينكد ان بتاعكم، ازاي تبداوا عليه، عشان الموضوع يبقى طبيعي اكتر، وعشان ما بقاش اللي هو بفيك اي حاجه. طيب انا هتكلم الاول على الاهميه بصراحه، عشان يعني افهمكم ليه بجد لينكد ان ده احنا هنخش نشتغل عليه ونحط المجهود اللي احنا هنحطه فيه، لان احنا هنحط مجهود. طيب احنا الاول حاجه لينكد ان بيبقى عباره عن زي ما قلت البطاقه الشخصيه بس في سوق العمل. فاحنا كده كده محتاجينه في حياتنا. بيبقى اهم حاجه فيه الeducation بورت، ان احنا نكتب المدرسه اللي احنا دخلناها، اللي احنا فيها او اللي احنا دخلناها، والكليه والجامعه. والناس بتتخيل ان لينكد ان لازم الشخص اللي فيه يبقى شخص بقى خارق، يبقى عنده بقى experiences وعنده volunteer experiences وعنده شهادات واخد كورسات وبيتشقلب في الحيطة وبيمشي بيعمل كل الحاجات دي. لا مش شرط، انتوا بجد ممكن تبدأوا بأقل حاجة، بس المهم ان انتوا يبقى عندكم هدف ان انتوا تكبروا على لينكد ان. ليه بقى؟ عشان لينكد ان مش بس هيجيلكم منه وظايف، وانا عارفه ان كذا حد اتكلم عن الموضوع ده، بس هو مش هيجيلكم منه وظايف بس، مش ده الهدف الاساسي. كمان انتوا هيجيلكم من عليه علاقات، هيجيلكم من عليه معلومات بعد كده في المستقبل. لما يبقى عندكم لينكد ان حلو، يبقى عندكم ناس نتورك معاكم كونكشنز، مثلا مقدمين مثلا على بروجرام بره مصر مثلا، ساعتها انتوا هيبقى عندكم كميه ناس تقدروا تخشوا تسالوها. والناس اللي على لينكد ان عامه اغلبها بيبقى ما عندهمش مشكله ان هم يشيروا اي معلومه، لان هم كمان عندهم نفس الهدف البتاع لينكد ان هم يبنوا علاقات ويبنوا كونكشنز، فمش بيبخلوا بصراحه باي معلومات. يعني على حد معرفتي محدش الحمد لله يعني بخل عليا باي معلومه، سالت فيها او اي حاجه.
فزي ما قلت احنا بنستفاد من لينكد ان في كذا حاجه. واولهم العلاقات، ان احنا نعمل كونكشنز في المجالات اللي احنا حابين ندخلها. يعني مثلا انا ماشي ممكن اكون مش عارفه انا هخش كليه ايه، او مش عارفه انا هشتغل ايه بعد الكليه بالظبط، او لسه مش محدده، بس انا عندي شويه فكره مثلا عن المجال اللي انا ممكن اخش. فتمام انا هخش اعمل فولو كونكشن لكل الناس في المجال ده. مثلا الناس في نفس الكليه بتاعتي هخش اسرش على الكليه والجامعه بتاعتي، واعمل لهم كونكشن واعمل لهم فولو، بحيث الناس دي صدقوني هيجي منهم حاجات كتير قوي بعدين. هيجي لنا من يعني كده لينكد ان بصراحه مش عارفين اللي حاجه اللي هي عمرها ما هتضركم، عمرها ما هتضركم، بل هتفيدكم ازاي specifically. مش شرط تبقى معروفه. المعروف بتاع لينكد ان انتوا تلاقوا وظيفه، بس انا بصراحه بحس ان هو اكبر من كده بكتير. الموضوع فعلا اكبر من كده بكتير، لان هو first career platform، يعني التوب، يعني career platform. فهو وكمان احلى حاجه ان هو focused on niche الكارير والachievements والحاجات دي كلها، مش بس ان انتوا سوشيال ميديا بلاتفورم عاديه زي مثلا انستجرام ولا فيسبوك عامه او كده. وهتلاقوا الناس اللي جوه لينكد ان عامه واللي بتشتغل على لينكد ان بتاعها غالبا بيبقى فيها صفات ان هي هاي اتشيفر، بيبقى فيها ان هي شخصيات ريسبونسبل، وناس هي عارفه هي عايزه ايه ومركزه على الكارير بتاعهم. ودول الناس اللي انتوا هتحبوهم يبقوا معاكم في المستقبل، او يبقوا معارفكم، او تستفادوا منهم وتتبادلوا المصالح مع بعض في المستقبل. انا كل ده بتكلم يعني شويه فيرس شويه على موضوع لينكد ان، لان هو بجد شيء مهم. بس ما بقى كل ده ما اتكلمتش على ان ازاي بقى نبدا عليه بالظبط. طيب انا اتمنى بجد ان الاضاءه تكون كويسه، وان انا اعرف اظبط الاضاءه في اللينك في الايديت، وان اللي ورا ده ما يكونش مبوظ الدنيا. ان شاء الله خير. طيب نبدا ازاي؟ احنا دلوقتي فتحنا لينكد ان وابيض ابيض. نبدا اول حاجه ب professional profile picture. يعني ايه professional profile picture؟ يعني ما تبقاش صورة سيلفي، ما تبقاش صورة في المراية، ما تبقاش الصور اللي احنا عادة بنحطها بروفايل بيكتشر. لا، صورة نكون احنا واضحين فيها، وشنا واضح فيها. مش شرط تكون اللي هي الصورة بتاعت كودك، يعني مع ان والله لو عندكم صورة في كودك حطوها بجد، مش بهزر. وفي ناس بتستخدم الاي اي، بس يعني طبعا ما تبقوش يعني اللي هو حاولوا يكون نفس شكلكم يعني، او تتصوروا صورة بسيطة ما يكونش في اي حاجه حواليكوا اوفر، يعني تكون بروفيشنال بروفايل بيكتشر. لان انا بلاقي برضو على لينكد ان ساعات صور يعني حاجات تبقى صعبه الصراحه شويه. وده بيقلل جدا لما اجي اعمل لحد كونكشن ويشوف البروفايل بيكتشر بتاعتي. هتوري يعني حاجات كتير قوي. لما بيخش يشوفوا بقى البروفايل نفسه دي حاجه تانية بقى، وهو ده اللي هيحدد بالظبط هو الشخص اللي انا عامله له كونكشن ده هيقبلني كونكشن عنده ولا لا. وهتفرق قوي برضو عدد الكونكشنز، بس هنتكلم في الموضوع ده بعدين. طيب برضو حطينا بروفيشنال بروفايل بيكتشر. طب هنحط البانر ايه بقى؟ ايه البانر اللي المفروض نحطها على لينكد ان؟ بصراحه انا بحس ان البانر هي مهم، اهم حاجه ما تسيبوهاش فاضيه، يعني حطوا حاجه، يا الا تحطوا حاجه ليها علاقه بمجالكم او المجال اللي انتوا فيه. مثلا يعني انا كنت في الاول ماشيه في مسار الويب ديفلوبمنت والكودينج والحاجات دي، فكنت حاطه هلو وورلد كده، كانت بانر هلو وورلد كده، كانت له على بنترست يعني. وبعدين دلوقتي حاطه كانت صوره جماعيه كده في او بي ام education. فحاساها يعني عادي، انتوا ممكن تحطوها، ممكن تجمعوا صوركم مثلا، ممكن تعملوا بانر على كانفا بطريقه بروفيشنال، تكونوا مثلا ليه حاجه ليها علاقه بمجالكم، او صوره ليكوا بس بالمقاس اللي هو بتاع البانر ده. بس فهي مش بتفرق قوي، بس اهم حاجه ما تسيبهاش فاضيه، عشان هي يعني بتفرق برضو، يعني بتفرق ان يبقى موجوده، يعني تبقى موجوده. طبعا كل الحاجات دي آراء الشخصيه العبثيه، ان شاء الله يعني تكون صح. وفي بجد ناس خبراء اصلا على لينكد ان، يعني خبراء عن لينكد ان جوه لينكد ان، فاهماني؟ يعني هم خبراء في ازاي تظبطوا لينكد ان بتاعكم،
وهم هتلاقوهم على LinkedIn. هقول لكم برضو ازاي تسريش على الحاجات دي. طبعا اول حاجه زي ما قلت لكم نحط الإديوكيشن بتاعنا، نحط احنا في جامعه ايه وفي كليه ايه ولا جامعه ايه. وحاجه كمان اي experience عدينا بيها، عملنا volunteering في حاجه، انا وصحابي لمينا بعض وقعدنا نذاكر، عملنا study sessions مع بعض، عملت فرضا اي حاجه مع اي شركه. كل الاكسبيرينسز دي يعني عصروا دماغكم كده انتوا عملتوا ايه في حياتكم قبل كده وحطوها. اي سيرتيفيكت عدت عليكم في حياتكم تحطوها. كل حاجه بتفرق، كل حاجه بتفرق بجد. واللانجوجز كمان اهم حاجه تحطوا اللانجوجز، حطوا ان الارابيك نيتيف لانجوج بتاعتكم لو الارابيك نيتيف لانجوج بتاعتكم وغالبا يعني ده، والانجليش تحطوا الفلوينسي بتاعتكم المستوى بتاعكم. هو اي لغه تانية عندكم برضو تزودوها. اوكي. برضو السكيلز انتوا بتبصوا على السكيلز الموجوده وبتزودوا اي سكيلز ممكن تكون انتوا حاسين ان هي عندكم، وحتى لو مش عندكم وانتوا عايزين تطوروها او تشتغلوا عليها حطوها. تمام. وعشان هتبقى قدامكم كده ايه ان انتوا تطوروا هذه السكيل دي. طيب ايه تاني بقى؟ لو انا دلوقتي عندي مشكله مثلا ان انا ما عملتش حاجه قبل كده، ما فيش اي حاجه احطها اصلا، هحس بملل صح؟ هحس بملل، هحس ان اللي هو ايه انا بعمل ايه وسط الناس الكبيره قوي دي اصلا. في يعني انتوا هتخشوا على LinkedIn هتحسوا ان انتوا فايتكم كتير قوي، هتحسوا ان انتوا، انا بحس كده عامه يعني، انا بحس ان انا دخلت حاسه ان انا فايتني حاجات كتير، المفروض اعمل حاجات كتير، المفروض ابقى في ايفنت كذا والمفروض اعمل كذا والمفروض اعمل كذا. بس مع الوقت ادركت يعني ان ايه، ان مش لازم كل واحد on his timeline. ممكن انا ابقى في تايم لاين بتاعي لسه ببدا، وحد التايم لاين بتاعه خلاص هو وصل لليفل الوحش حرفيا في LinkedIn. فعادي ما تقارنوش نفسكم بحد يعني. المهم ان انتوا تركزوا على نفسكم وتركزوا على ورقتكم وبس. المهم دلوقتي انا شخص ما عنديش اي حاجه عملتها في حياتي. طيب هعمل ايه؟ الاول هعمل بوست. طبعا ChatGPT هيساعدنا في الحاجات دي. بين قوسين هشام. هتقولي لي مين هشام؟ اقول لكم هو ChatGPT اسمه هشام. المهم ان احنا هنقول له يساعدنا نعمل بوست بدائي على LinkedIn، ان انا مثلا اقول هاي للناس وانا عايزه اعمل ايه في حياتي، والحاجات اللي مثلا حابب ادخل فيها. انا open مثلا to volunteering experience، انا open to internships، انا open to programs، I'm open to مش عارفه ايه، كل الحاجات دي. فتنزلوا وتعملوا بايو. طبعا برضو تعملوا بايو في LinkedIn برضو، هشام هيساعدكم في ده. ده هيخلوكوا اولا تبقوا واثقين من نفسكم، انتوا عارفين انتوا داخلين عايزين ايه وهتعملوا ايه، وكمان يعرف اللي حواليكوا الناس اللي انتوا هتخشوا تعملوا لها كونكشنز وتدوروا عليها يساعدوكوا في حاجه. ممكن يتفتح لكم باب opportunity من البوست ده، فده مهم جدا. بعد كده المفروض بنعمل ايه؟ بنعمل ايه احنا دلوقتي مثلا انا حد حابب ان اعرف اكتر عن الديجيتال ماركتينج مثلا، او ادخل المجال ده، او حاسس ان انا ممكن يجي مني فيه. هعمل ايه؟ هسرش على كل الناس في هذا المجال. اوكي. انا في مدرسه هسرش على كل الناس في المدرسه دي، انا في جامعه هسرش على كل الناس في الجامعه. اي حد ممكن تكونوا عارفينه او قريب ليكوا كارير وايز، في حد معاكم في الشغل، انتوا اصلا بتشتغلوا حد معاكم في الشغل، حد كنتوا عارفينه في شغل قديم برضو. كل الكونكشنز دي هتفرق على LinkedIn. طيب ما اعرفش ناس كتير او حاجه، نخش نعرف ناس جديده، مش ان احنا نخش نتعرف عليهم يعني، بس ان احنا نتابع البوستس بتاعتهم، نشوف هما بيعملوا ايه ممكن نعمله زيهم، نشوف الاوبورتونيتيز اللي عندهم. ولو انتوا open to work ان انتوا عايزين تشتغلوا او كده، بيبقى في برضه اوبشن في LinkedIn ان انتوا تعملوا انتوا open to work عشان الناس تشوفكم. بصراحه انا يعني ما لقيتش اي شغل على LinkedIn، يعني انا جربت التدوير على الشغل من LinkedIn بس يعني في ناس لقت قبل كده وفي ناس ما لقتش، فانا ما لقيتش بصراحه. بس LinkedIn نفعني في كذا حاجه تانية بصراحه. برضو اتعرفت على كذا بنت من LinkedIn بصراحه، يعني جمال جدا وفادوني في حاجات كتير قوي. فحسيت بصراحه ان انا ما تعبتش في LinkedIn وحطيت effort فيه على الفاضي خالص ابدا، وبتعلم من البوستات برضو اللي موجوده عليه.
والinfluencers مثلًا زي علي عبدال اللي من لندن يوتيوبر برضه، بينزّل حاجات حلوة أوي على LinkedIn بتفيدِك في الحياة العملية والحياة برضه الكاريرية يعني الاتنين. journal prompts wisdom حاجات زي كده. أنا بجد متضايقة أوي من الإضاءة، أنا بجد متضايقة جدًا من الإضاءة. طبعًا أنا في حاجات كتير أوي على LinkedIn ممكن أتكلم عليها، بس الفيديو ده بس للناس اللي هي بالضبط عايزة تبدأ على LinkedIn وحاسة إن هي ملّانة وحاسة إن هي مش عايزة أصلًا أو ليه، عايزة تعرف ليه أصلًا، وإزاي ألِف ب كده أخش على LinkedIn أبدأ أعمل إيه. طبعًا مش محتاجة أقول لكم يا جماعة إن أنتم كل ما تزوّدوا الconnections والfollowers اللي عندكم هيبقى أحسن، فأنتم تعملوا connect لكل الناس، بس ما تعملوش connect لأي حد برضه يعني، ما تعملوش اللي هو connect وخلاص لأ، اعملوا connect للناس القريبة من مجالكم، يا إلا ممكن تفيدكم في مجالكم أو تفيدكم عامةً في المستقبل، مش أي ناس برضه وخلاص، عشان الconnections ليهم عدد برضه معيّن، وأنتم مش هتحبوا إن أنتم لمّا تيجوا توصلوا لحتّة كويسة في LinkedIn يبقى عندكم you reached the limit بتاع الconnections. أوكي، عشان أنا برضه في الأول كنت بادوس على أي حد وخلاص، وبعدين أدركت إن ده غلط. بس يا جماعة طبعًا الإضاءة صعبة جدًا، حاسة إن أنا في فرح، حاسة إن أنا في فرح بجد، ويا رب أعرف أضبط ده في الedit يا رب، يا رب بجد، وربنا يستر على الفيديو ده إنه يضبط معايا، ونفسي بجد أبطّل أقعد كتير في الفيديو والأذان بيأذن. طيب أشوفكم في الفيديو بتاع بكرة يا جماعة، باي باي.